الاهلي يتعادل مع البنك الاهلي ويفقد نقطتين جديدتين وما يقدرش يستغل تعثر بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في مباراه غريبه جدا. يستروب النهارده ادار المباراه بطريقه غريبه. مبدئيا احنا بادئين المباراه ناقصين اتنين، الشناوي واحمد نبيل كوكا. كره سهله جدا دخلت في الشناوي، مش عارف بصراحه يعني هو بيترمي وخايف يمد ايده، لا هو اترمى صح ولا صد الكرة صح. انا مش قادر افهم الشناوي ماله. واحمد نبيل كوكا ده كل دقيقه بيلعبها باك شمال، خساره للنادي الاهلي. تخيل ان النهارده نجم المباراه محمود حسن تريزيجيه اللي هو الوينج ليفت، اللي بيلعب وراه مين بقى؟ احمد نبيل كوكا اللي هو الباك ليفت. يعني المفروض ان هو اللي بيسنده، يعني المفروض ان هو اللي بيلعبه، المفروض ان هو اللي بيبصيله وبيجريه. ونجم المباراه محمود حسن تريزيجيه، واسوأ واحد في الملعب احمد نبيل كوكا. بصراحه خساره كبيره جدا ان احمد نبيل كوكا يلعب باك ليفت. ممكن يلعب في نص الملعب ماشي، انما باك ليفت دي لا. ايمن الرمادي النهارده مدير فني عالمي، فاهم يعني ايه كرة القدم، مدير فني من بيعرف يقرا المباراة. عارف ان يستروب هيلعب من العمق وهيلعب على التحولات السريعه، راح قافل نص الملعب خالص وقافل الدفاع ولعب على الهجمه المرتده. تخيل ان يستروب قعد اكتر من 60 دقيقه كاملين شايف احمد عيد لوحده، مصطفى شلبي واسحاق يعقوب واخدينه يمين وشمال، جم من ناحيته هجمتين ثلاثة خطر جدا كانوا يقدروا يخلصوا المباراة. خد انذار مش قادر يوقفهم ورغم ذلك سايبهم. يعني انا بصراحة مش فاهم يعني هو قاعد على الدكة بيعمل ايه؟ يعني انت مش شايف الاخطاء اللي موجوده في الملعب؟ طب احنا قاعدين بره وشايفينها، ما انت قاعد بتعمل ايه؟ زيزو كل التقارير كانت بتقول ان هو مصاب والمفروض ما يلعبش، اروح بادئ بيه اخسره في اول ربع ساعه. طب ولما خسرته شايف ان ايمن الرمادي قافل الملعب، طب العب 4-4-2، حل التكتلات. كنت نزلت اتنين روس حربه وعرضيات ولعبت وده زي ما ايمن الرمادي قافل نص الملعب، كنت انت ضغطت عليه في نص الملعب واستحوذت. محمد علي بن رمضان ما بقاش موجود اصلا. محمد علي بن رمضان نص الملعب احنا بنخسره بسببه، لا قادر يدافع ولا قادر يهاجم. حتى الكره اللي تريزيجيه شاطها وتردت له جوه خط السته، جوه خط ال 18، مش عارف يجيبها. بصراحه يعني محترف غريب. محمد علي بن رمضان ده المفروض يمشي. كمويش انا مش هحكم عليه بدري، بس الكره اللي جات له النهارده سهل جدا اللي عملها له تريزيجيه. يعني ده انت تقدر توقفها تستلمها وتسندها وتجيبها جون برجليك اليمين. ده انت الوضع التشريعي لجسمك اصلا ما ينفعش تاخدها وهي جايه لك بالشمال. مش عارف بصراحه. الحمد لله كده ان انت جاي اعاره، لان شكلنا بدري بدري همشيك. ربنا يستر، لان الاهلي النهارده ما يبشرش. تريزيجيه هو خامس مباراه على التوالي هو اللي بيلحقنا، هو اللي بينقذنا سواء في افريقيا او في الدوري. مباراه رخمه جدا، والحمد لله خسرنا نقطتين، ويا رب نعوض في اللي جاي وان شاء الله نفوق.